اهلا بيكم حبايبي الحلوين محبين قناه فيفي تزاهل للطبخ. برحب بيكم على قناتي المتواضعه. بعتذر لكم على التاخير الفتره اللي فاتت دي، بس ان شاء الله انا راجعه لكم بفيديوهات تانية جميله جدا جدا هتعجبكم، وان شاء الله تجربوها. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للقناه وتدعوا لي دعوه من قلبكم. احنا النهارده راجعين بفيديو جميل قوي. هنعمل مع بعض سمك مدفون في الملح، وهنعمل معاه كوتسه، وهنعمل سمك تاني معمول بالبيض والبقسماط. ان شاء الله برضو هيعجبكم. انا مش عارفه اهو هيبان كده في الكاميرا، ده السمك اللي هو الصغير قوي. بصوا ده بيتعمل بيكون جميل جدا ومفيد قوي 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 للاطفال. ما شاء الله هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى مع بعض نشوف مع بعض هنعمل ايه. احنا اول حاجه معانا سمك قراطه. انا جايبه السمك القراطه ده صابح من السوبر ماركت ان شاء الله. اللي هنا في ايطاليا عارفين انا جايباه من الكوب. ده يعتبر احسن سمك بتجيبيه فريسكو. انا مش هفتحه، هسيبه مقفول زي ما هو، لان بسم الله ما شاء الله السمك ده مبطرخ. بصوا حتى لو هتلاحظوه انا جايباه كبير اهو ما شاء الله. هتلاقوا السمكيه صبحه وبحاري، بيبقى فيه بطروخ وبيبقى فيه دهون كتير، فانا ما بحبش ان انا ارميها فبسيبه مقفول. بغسله كويس جدا وبعمله بحاله. فالخطوه دي اختياري، اللي عاوز يخليه بحاله او اللي عاوز يفتحه دي حاجه ترجع لحضراتكم، بس انا بفضل ان انا اخليه بحاله. معانا السمك، اي نوع سمك على فكره ممكن تعملوه، ممكن تعملوا قراطه، ممكن تعملوا برانزيني، اللي يريحكم. معايا راس توم، انا بقسمها 2 كده من النص، بخليها بحالها. بصوا بقسمها بس 2 كده من النص. ومعانا شرايح ليمون وتوم مفروم، ومعانا شويه بقدونس برضو متقطع حتت صغيره، ومعانا الكوتسه، ومعانا 4 معالق بقسماط اللي هو الباني جراتيجاتو، ومعانا بيضايه وملح وفلفل اسود وشعره صغيره جدا اوريجانو وروزمارينو. انا طحناهم بالمطحنه، مش مخليهم بحالهم. ومعانا كمان هناخد شعره بابريكا صغيره جدا، انا مخليها برضو على جنب لان مش هحتاجها كتير، هاخد منها شويه صغيرين. وشويه بقدونس مجفف، ده اختياري، اللي حابب يحطه واللي مش عاوز يحطه مفيش مشكله خالص منه. هنبتدي مع بعض. اول حاجه هنعملها السمك، هنركن الحاجات دي كلها على جنب وهنبتدي مع بعض في السمك. اول حاجه هنعملها بقى، انا فتحت السمك اهو. بصوا عملت فيه فتحات صغيره جدا اهي ماشي، عشان بس التتبيله تخش فيه. وجبنا معانا، احنا هنا معانا ملح خشن، انا حطيت 4 اكياس يعني 4 كيلو. الملح اللي هو الخشن اهو، انا فضيته في حاجه عشان هنحط عليه شويه ميه. اوسع بس كده يا يوسف، بسم الله. بصوا حط يا يوسف بقى الميه هنا وقلبه، قلب. بصوا احنا هنحط له بس شويه ميه خفيف بتاع نص كوبايه كده، وهنقلب ونشوف بحيث ان هو يمسك في بعضه لما يخش في الفرن. هنقلبه كويس كده، اتقلب معانا. هو خد مني كوبايه ميه اهو. هنجيب الصاج بتاع الفرن. بص كده ثانيه واحده يا يوسف، حط هنا شويه ملح اهو. احنا هنمشي معاكم واحده واحده. فضي هنا يا يوسف شويه ملح، فضي بايدك كده شويه اهو. بصوا بس استنى بقى كده، افرشه في الصينيه. تمام ما شاء الله كده. احنا النهارده معانا الشيف يوسف يا جماعه، هو اللي هيظبط معانا الاكله دي. تمام. هنجيب بقى الكارته بتاعت الفرن، انا كرمشتها. بصوا انا كرمشتها عشان ما تبقاش متعبه معايا. هنفرش الورقه. تمام. احنا هنا حطينا ورق الفرن وحطينا عليه السمك، هنحط له شويه ملح ماشي. انا بحب اعمله بصراحه بالملح والفلفل الاسود، ما بحبش احط فيه بهارات، لان السمك بالذات بصراحه يعني بحب يكون طعم السمك. تمام. لو عايزين تعملوا له تتبيله برضو اللي يريحكم يعني، بس انا بصراحه بحبه كده. تمام. بحب ارش عليه فلفل اسود وملح بس، ما بحطش اي حاجه تاني. اللي عاوز يحط دي حاجه اختياري ماشي. حط عليه ملح فلفل اسود
صدقوني بتحسي بطعم السمك، بس ده في السمك البحاري يا بنات، مش اي سمك، عشان يطلع معاكي كويس ويطلع معاكي طعمه حلو. طبعا الملح حسب الرغبه ورشه الفلفل الاسود. تمام. هنحط بقى راس الثوم بحالها زي ما احنا متفقين كده اهو. ماشي. هنحط شرايح الليمون. تمام. طبعا دي كلها حاجات اختياري، اللي عاوز يحط تتبيله السمك اللي هم بيعملوها بالفلفل الالوان والطماطم والحاجات دي كلها حاجات اختياريه. انا حطيت برضو هنا شويه شطه خفاف. تمام. انا عندي كده خلصان اهو. هحط شويه بقدونس مجفف خفيف، دي برضو اختياري، بس بصراحه بتدي شكل وطعم حلو. وحطينا شويه زيت زيتون. تمام اهو عليه كله. بس كده احنا بقى كده هنغطيه كويس بالكارتة الفرن. بصوا بقى يا حبايبي، انا لفيته كويس جدا بالورق الزبده وحوطت عليه كويس عشان لما احط طبقه الملح اللي فوق. بصوا حوطت عليه كويس، حطيت الكارتة من تحت وبعد كده من فوق ولفيتها فيها كويس، وهنحط عليها بقيه الملح. تمام. هنغطيه بالملح. يلا يوسف. تمام. يلا قلب بقى عليه كله كده كويس وغطيه. بصوا بقى حبايبي، احنا كده اتاكدنا ان الورق كله اتغطى. بصوا احنا غطيناه كله بالملح كويس جدا اهو. تمام كده بقى هندخله الفرن على درجه حراره من 180 ل 200. هنسيبه نص ساعه او ساعه الا تلت، وان شاء الله هنطلعه. على ما هو يطلع من الفرن هنعمل مع بعض الكتسه، وان شاء الله هنوريكم بقيه الخطوات. هنا بقى حبايبي هنبتدي نعمل مع بعض الكتسه. بالنسبه للكتسه بنحتاج لها اول حاجه عايزه اتكلم فيها ان احنا لازم نغسلها كويس جدا عشان بيبقى جواها رمل، ودي حاجه لازم ناخد بالنا منها. يعني تتغسل كويس جدا جدا جدا، مش عايزه اقول لكم حطوا تحت جدا دي مليون خط، عشان بيكون جواها رمل، وده اهم حاجه فيها ان هي تكون نظيفه. هنغسلها كويس وننشفها نصفيها، وهنقطع شرايح ليمون، ومعانا توم مفروم. طبعا انا مش هاخد التوم ده كله زي ما احنا اتفقنا، انا هاخد منه شويه والباقي هخليه للسمك اللي احنا هنعمله، وشويه بقدونس متقطعين. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعملها ازاي على البوتاجاز. اول حاجه انا ولعت البوتاجاز، حطيت عليه الحله وشويه زيت زيتون. انا مش هسيب الزيت يسخن. تمام. انا هنزل على طول بالحاجه اللي عندي. هنحط نص الثوم، انا الثوم ده 4 فصوص يعني هنحط 2. تمام. هنحط عليهم الليمون الشرايح اهو. طبعا اختياري، اللي عاوز يحط معلقه صلصه صغيره، بس انا هنزل بقى بالكتسه بتاعتنا. رشه فلفل اسود وبس كده. هنغطي بقى عليها نقلبها تقليبه بس كده، مش هنعلي عليها النار. في بيحطوا لها نص كوبايه ميه لو انتوا حابين، بس انا بصراحه بوطي عليها وبسيبها كده هي بتنزل ميتها. تمام كده بقى نسيبها ونوطي عليها ونغطيها ونسيبها كمان 10 دقايق. حبايبي احنا عندنا الكتسه خلاص استوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا كلها فتحت ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بصوا ما شاء الله، هي كده مش عايزه حاجه تاني، ومش هنسويها قوي لانها لو استوت قوي هتبقى جامده ومش هيبقى طعمها حلو، انما انا بالنسبه لي كده هي كويس جدا. هطفي بقى عليها ونكمل بقيه اكلنا. حبايبي ده السمك اللي كان معانا في الفرن.